اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم فيديو جديد. اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو انزلوا اعملوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه وفعلي الجرس على علامه الكل عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديده. ان شاء الله هنبتدي مع بعض النهارده روتينات شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بخير. عندي توضيح بسيط بس ان الفيديو ده متصور السنة اللي فاتت شهر 2 2022. نزل لكم السنة دي في 23 ليه ده اللي هنعرفه واحنا شغالين في الفيديو ان شاء الله. هنبتدي روتينات وكده عشان قبل ما نفرش الشغل بتاع الخيامية. اول حاجه هنعملها النهارده ان احنا هنتخلص من النيش. النهارده هنفضي النيش وهناخد الحاجات اللي احنا محتاجينها على جنب، والحاجات اللي احنا مش محتاجينها يعني هنشيلها في كراتين وكده. يلا نبدا الفيديو. انزلوا اعملوا لايك، ما تسيبوش الفيديو، كملوا الفيديو للنهايه ان شاء الله هيعجبكم. وريتال ان شاء الله هتساعدني، صح يا روتي؟ هنفضي النيش النهارده انا وروتي. يلا تابعوا الفيديو بتاعنا وشوفوا هنعمل يلا نقول بسم الله وندخل على الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بس كده زي ما انتم شايفين ابتدينا نساعد بعض انا وريتال وابراهيم. هنفضي النيش خالص. هبتدي افضي كل حاجه احطها على السفره. وهبتدي اشوف الحاجات اللي انا بستخدمها كتير. هحطها في المطبخ او هحطها في المكتبه اللي هي بتاعه التلفزيون دي اللي من تحت. انا كنت حاطه فيها لعب. هشيل اللعب وارص فيها الحاجات اللي انا محتاجاها، والحاجات اللي انا مش محتاجاها هبتدي احطها في كراتين وهشيلها. هنشوف مع بعض في الفيديو احنا هنعمل ايه. احنا هنا خلاص ابتديت ان انا افضي كده ولا فيهم. والحاجات القريبه هم بياخدوها، الحاجات البعيده انا كده بشيلها زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم في الاول ان انا كان الفيديو ده متصور في شهر 2 سنة 3 سنة 2022. صورت الفيديو ده وفضيت النيش وكده وعملت كل الحاجات زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو. وبعد كده باقي الحاجات هتفضل 4 شهور محطوطة بحطة ايدي لغاية ما هلف وارجع لها تاني. بس الحمد لله يعني كانت فترة صعبة انقطعت عنكم فيها عن القناة. ان شاء الله هحاول ان انا انتظم الفترة الجاية، بس شجعوني كده بلايكات وكومنتات كده، اكتبولي كومنتات كتير. حصل ايه في الفترة دي؟ حصلت حاجات كتيرة الحمد لله. كانت نتيجتها ان احنا جالنا مولود جديد حمزة. ربنا يبارك فيه يا رب ويهديه كده ويصلح حاله علينا. بس فكانت فترة صعبة يعني. انا كنت فضيت النيش وكنت ناوية ان انا هعمل حاجة هنا في الحيطة دي. النيش واخد مكان ومضايق الدنيا ومش عارفين نروح ولا نيجي منه، واحنا اصلا مش مستفادين بيه. وزي ما انتوا شفتوا معايا قبل كده ان هو وجع وانا صورته معاكم. بس بعد كده حصل نفس الموضوع والنيش وجع 3 مرات تاني. وكل مرة احط رف جديد واحط الحاجات عليه يرجع يوجع تاني. فبصراحة انا قفلت منه خالص يعني. فخلاص خدت القرار ان انا هفضيه وان انا هستفاد بالمكان ده ان انا اعمل حاجة مفيدة. بس الحمد لله طبعا الحظ ما اسعفنيش يعني خلال السنة دي ان انا اعمل اللي انا عايزاه. بس ادينا الحمد لله بقينا كويسين وان شاء الله نرجع ونعمل كل اللي احنا عايزينه. فضيت جنب كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي نفضي الجنب التاني برضو. اعملوا لايك للفيديو بقى واشتركوا في القناة. بصوا هنا كنت بوريكم الحاجات اللي انا بنحط هنا شوية على المكتبة دي شوية وعلى السفرة شوية، ونبتدي نفرز الحاجات اللي احنا عايزينها والحاجات اللي احنا مش عايزينها يعني. وريتال وابراهيم بيساعدوني. ان شاء الله بكره بعد الفيديو ده ما ينزل لكم، بكره ينزل لكم شغل الخياميه بتاع رمضان اللي هو 2023. طبعا انا ما فرشتش خياميه السنه اللي فاتت الحمد لله. في حاجات كتير جديده كنت جايباها ان انا ازودها وكده معاكم. بس ما حصلش نصيب ان انا اعمل اي حاجه السنه اللي فاتت. انا في اللحظه اللي انا بسجل لكم فيها الفيديو دي كنت برضو خلصت الشقه الحمد لله وفرشت الشغل بتاع الخياميه الجديد والقديم اللي انتوا عارفينه معايا. هينزل لكم بكره ان شاء الله شغل الخياميه. وعملنا مكان النيش ده حاجه جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم. حاجه بسيطه كده عملناها هتكون سهله لينا في رمضان ان شاء الله. بس كده خلاص كده احنا خلصنا النيش وفضينا كل حاجة. هنا كنت جبت كراتين، كان بجالي كذا يوم كل ما بنزل كده بجيب لي كرتونة او 2 عشان خاطر انا عارفة ان انا هحتاج ان انا احط فيها الحاجات الزيادة اللي انا مش بحتاجها. بصوا انا قسمت الكراتين. انا هحط هنا في الارضية حاجة كده عشان اتجلها.
انا قسمت الكراتين، الحاجات اللي هي عملية اللي انا ممكن فيما بعد احتاجها او استخدمها مثلا حطيتها مع بعض. ده بالنسبة للكاسات او الكوبايات او كده. طبعا الاطقم اللي زي دي حطيتها في كل طقم، حطيته في كرتونة مع محتوياته يعني. اما بالنسبة للكوبايات والكاسات والحاجات اللي هي بتكون فيها حاجات زينة بس، دي كلها لميتها في كرتونة مع بعضيها كده وكتبت على الكراتين. يعني كل كرتونة كتبت دي جواها ايه، عشان لو حبيت ان انا اطلع حاجة تاني اكون عارفة الكرتونة فين، ما مفضلش ان انا افتح كل الكراتين. بس كده، اديني برص اهو، بحاول ان انا اظبط اشوف الحاجة هتيجي كده ولا كده معايا، عشان عايزة الكرتونة تشيل اكبر عدد ممكن من الحاجة اللي انا عايزاها، عشان ما اعملش كراتين كتير. بس كده خلاص، انا عبيت الكرتونه دي، كانت اول كرتونه. انا عبيت الكراتين وحطيت الكراتين كده اللي انا عملتها، يعني حطيتها كده على السفره. وفضلت معايا الكوبايات والحاجات اللي هي المفروض ان انا كنت هكمل الفيديو معاكم ونحطها مع بعض في المطبخ. هفضي مكان في المطبخ وافضي المكتبه واحط فيها. بس تعبت في اليوم ده، فقلت خلاص ان انا هرتاح، وبكره او بالليل هكمل. يعني ما كنتش عارفة اني هتعب بعد كده. تاني يوم صحيت كنت تعبانة جدا، وللأسف رحت عند امي وكده وخلاص تعبت بقى. خدت الفترة الصعبة الحمد لله بتاعت الحمل وكده اهو. فرجعت بعد 4 شهور، لقيت كل حاجة مكان ما انا حطاها. يعني فضلت 4 شهور بعيد عن البيت الحمد لله. لقيت الكوبايات والاطباق والحاجات اللي انا كنت سايباها على السفرة عبارة عن تراب، مفيش حاجة باينة منها من كتر التراب. والكراتين دي كانت فاضلة طبعا زي ما انا حطاها، لاني حتى لو بعت حد يعملها فمحدش عارف انت عايزة تحطي دي فين وتعملي دي فين. زي ما انتوا شايفين كده خلاص بخلص كل الكراتين، وكل الكرتونة اللي بتخلص بحط فيها ورقة وبكتب فيها الكرتونة دي فيها ايه. وبحاول ان انا الف الكراسات بالكراسات كده وبالكتب القديمة بتاعت الحضانة الحاجات، عشان يعني الى حد ما تتكسرش، يعني نحاول نحافظ عليها. اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو، واكتبوا لي بقى كومنتات وقولوا لي مستنيين الفيديو بتاع بكره بتاع الخياميه ولا لا. ان شاء الله فيديو جامد جدا هيعجبكم. بصوا انا سبت كل حاجه كده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. عملت 4 كراتين، الحاجات اللي انا خلاص مش عايزاها، وباقي الحاجات دي اللي انا عايزاها سبتها كده وسبتها بنص. وكمان الحاجات اللي انا الحاجات اللي كانت مكسوره او مهتومه او فيها حته بايظه من النيش لما اتكسر ومش محتاجاها، فرميتها خالص عشان ما اعملش زحمه على الفاضي. يعني كده الفيديو بتاعي خلص. استنوني ان شاء الله في فيديو بكره، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بخير ان شاء الله.